هل هي مجرد لايكات عابرة أم أنها سقطة تواصلية كلفت لاعبي المنتخب المغربي غضب الملايين؟ 4 أسماء من جيل المستقبل في مرمى النيران، والسبب إعجاب بمنشورات الغريم. إلياس بن صغير، اسماعيل الصباري، أسامة تيرغالين وياسين كشطة. رباعي أولمبي ووطني أثار عاصفة من الجدل. في عز المعركة القانونية بين المغرب والسنغال على لقب كان 2025، قرر هؤلاء اللاعبون تفاعل بالإعجاب مع احتفالات أسود تيرانغا باللقب في فرنسا. التوقيت لم يكن موفقا أبدا، فالسنغال ترفض الاعتراف بهزيمتها الإدارية أمام المغرب وتلجأ لمحكمة الطاس، بينما احتفل لاعبوها باللقب بشكل رمزي أمام بيرو. في هذه اللحظة بالذات جاءت إعجابات لاعبين لتبدو وكأنها اعتراف ضمني بأحقية السنغال، وهو ما اعتبره الجمهور طعنة للمجهودات الرسمية للجامعة الملكية. الشارع الرياضي المغربي لم يرحم. تدوينات نارية طالبت محمد وهبي والجامعة بإبعاد هذا الرباعي عن صفوف الأسود مستقبلا. الجماهير اعتبرت أن تمكين القميص الوطني يتطلب وعيا بحجم التحديات وليس مجرد مجاملات لزملاء الملاعب الأوروبية على حساب مشاعر المغاربة. وأنتم، ما هو رأيكم؟ هل يستحق هؤلاء اللاعبون العقاب أم أن الأمر أخذ أكبر من حجمه؟ شاركونا في التعليقات.